دهب دهب قهوة اللي تعجبني وعليها الطلاق، قهوة اللي تعطيلي لنرجي كل يوم ولبعيد تديني، وخا يجيبولي كل قهوة الدنيا انا خصني دهب، اللي ذاقها مرة يعرف علاش دهب كتنغمني، وهانكهة العالم كلها وانا في مطعي اللي عند جات، كل ما ندوق انا النغمة بلدان الدنيا كتسالني، واذا سولوني الناس على قهوة الذهب انا نجاوب اكيد ضروري تذوق اذا بغيتي تعرف الصايلي. دهب دهب قهوة اللي تعجبني وعليها الطلاق، قهوة اللي تعطيلي لنرجي كل يوم ولبعيد تديني. إذا بسم الله وعلى بركة الله، وحلقة جديدة من حلقات مباشرة من مقر جريدة لاكرونيك موقع 365 دائما برعاية قهوة ذهب وبإخراج حمزة بويي، مشكورا على المجهودات اللي كيبذل. تحية خاصة لجميع أصحاب التفاعلات الإيجابية وكذلك جميع التفاعلات كما كان النوع ديالها على الصفحة ديال الرابط ديال الحلقة اللي هو موقع 365 اللي هو الدرع الالكتروني ديال جريده لاكرونيك. حلقه اليوم هي كتجي على هامش تنظيم موندياليتو او كاس الانديه بمدينه طنجه، موندياليتو 2023 هو ثالث موندياليتو يحظى المغرب بتنظيمه بعد سنه 2013 وكذلك سنه 2014. حضور احتضان المغرب ومن مدينة طنجة كذلك لموندياليتو إشارة قوية للقائمين على المنظومة الكروية العالمية، على قيمة اللي كيحظى بها المغرب في المنظومة الدولية الكروية، وكذلك مكانة اللي كتحظى بها مدينة طنجة، هذه المدينة العالمية واللي أخيرا حظيت كذلك بتكريم خاص تجسد في تكريم أحد أبنائها أو أشهر أبنائها على مر التاريخ، الرحالة ابن بطوطة، واللي ملعب أعتقد اليوم بعد الحفل الرائع ديال الافتتاح أصبح رسميا ملعب ابن بطوطة، وهذه دعوة للجميع أن هذه هي التسمية الرسمية. إذا ما بقاوش نقولوا ملعب طنجة الكبير، هو ملعب ابن بطوطة. كيف كيعرف الجميع الموضوع اللي واكب استعدادات وتأهيل مدينة طنجة واحتضانها من هذه الثلاث المباريات حول الدور الأول ديال كأس العالم للأندية، أتراوح مجموعة ديال اللغط، ولكن من عادتنا حنا سبحان الله العظيم إذا خلقنا كنمشيو غير الجوانب اللي هي سلبية وكنساو الجوانب الإيجابية والتفاعل كذلك والأشياء. وأعتقد هذه وحدة علينا أن دائما نمشيو، مادام أن طنجة عروسة الشمال كانت عروسة العالم، عروسة إفريقيا وعروسة البحر الأبيض المتوسط. فهذا الحفل جذبنا أنظار العالم، أثرنا اهتمام المنابر الإعلامية، وإن كانت طنجة دائما عبر التاريخ تعاقبت عليه واحد مجموعة الحضارات كانت معروفة في التاريخ ومعروفة في كتب ديال التاريخ، من الحضارات القديمة من الفينيقيين وحنا ماجيين إلى حتى الحضارة اللي كنعيشوها اليوم ديال المغاربة. كيف كيعلم الجميع، انخرطت الجمعيات ديال المجتمع المدني
في القيام بالتعبئة طبعا، لأن الصورة ديال المدينة والأمر يهم المدينة، فهو كذلك يهم الجمعيات. وكيف لاحظتوا العنوان ديال حلقة اليوم قبل ما نقدمكم الضيوف كان هو دور الجمعيات الفاعلة، وكنسطر على الكلمات الفاعلة لأن كنعرفوا النسيج الجمعوي ديالنا، وكنعرفوا كذلك المجتمع النسيج الجمعوي كذلك مخترق، ولكن كنحيي وكنشد بالحرارة على واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي احترمت الثقة اللي اعطتها ولاية طنجة فيما يخص عمليات توزيع البطائق والتذاكر ديال الدخول. وشفنا جمعيات تحركت بمنخرطيها وبأعضائها وبأعضاء المكتب كذلك. وشفنا كذلك جمعيات اللي هما ما استفدوا شيء، ولكن رغم ذلك صفقوا للجميع وثناو على المبادرة وحياو الناس اللي كانوا مشرفين على هذا الحفل ديالنا. وشفنا عاود اللغط، وهذا أمر عادي. شفنا اللي كيهدر وسلام، إما أن يكون هو أو لا يكون، وإذا كان تما غيره ما غادي يعجبوش الحال. نتمناو حنا اللي كان محظوظ ووصل سعداته وفرحاته كنقولوا، واللي ما وصلش تجي فرصة أخرى. وزيد نذكر بأن ماشي هي العملية الأولى أول مرة اللي كتقام بهذا الشكل هذا. كان عندنا إكسبو 2012 وانخرطت الجمعيات بما فيها الجمعيات الرياضية. كذلك ملف ديال الترشيح ديال مونديال ديال المغرب قامت الجمعيات مشكورة بالمجهود ديالها. دور الجمعيات، أنا كنتكلم على الجمعيات الفاعلة، نناقشوه من خلال مونديال الأندية 2023. وغنكون سعيد أنني كاين واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي هم فيهم أصدقاء ديالنا، ولكن بزاف ديال الجمعيات لباو رغبة أنهم يكونوا معنا، ولكن من حسن حظ الضيفين العزيزين ديال اليوم وبسوء حظ الآخرين أن وقع الاختيار بعد ما توصلنا واحد المجموعة ديال الجمعيات. وغنقول لكم علاش اخترت هاد الأشخاص. أن الجمعية ديال المستقبل للتنمية من جمعيات النشيطة هي مدينة طنجة، ولكن أنا كنقول على مستوى مغوغا وحي بن كيران، وهي منخرطة كذلك في تسيير ملاعب القرب ديال بن كيران حومة ديال الشوك. كنعرفوا واحد المجموعة ديال الأندية عاملين ما يشبه كونفدرالية بيناتهم، والأمور الحمد لله تسير من حسن إلى أحسن. يكون معنا السي محمد العمراني اللي هو بصفته رئيس الجمعية، واخترت الرؤساء لأن باش يكون الحديث مطول وشيق إن شاء الله. وكذلك معنا كذلك الفاعل الجمعوي الآخر هو متعدد المناقب الجمعوية، وإن كان هو معنا اليوم بصفته رئيس جمعية الرحالة لهواة المشي وطنجة. هو سعيد جدا، سموا الملعب رسميا ببنوفا شبه رسميا، لأن من الناس الأول في مدينة طنجة اللي كانوا كيناديو في الخرجات ديالهم وفي الرحلات ديالهم كيناديو وكيسميو، يقول لك سميو ملعب ابن بطوطة، إلى درجة واحد عيط لي قال لي رشيد من فضلك اكتب ملعب ابن بطوطة ما تكتبش خلي الامور بالصوره سي رشيد. لا احنا حباب الحمد لله والاصدقاء كمنا. سي محمد العمراني مرحبا بك معنا، وتحيه خاصه لكل مكونات جمعيه مستقبل التنميه، ومن خلالك ديك المجتمع النشيط ومنطقه المغوغه وحومه الشوك والمحيط ديالها كاملين. تفضل مرحبا بك سي رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي رشيد على الدعوه الكريمه التي جاءت في وقت تعيش في مدينه طنجه واحد الرواج وواحد الطفره كرويه بمناسبه موندياليتو تنظيم موندياليتو المشترك ما بين مدينه طنجه ومدينه الرباط. كنشكرك سي رشيد على هذه الالتفاته لجمعيه المجتمع المدني واللي قلتي كتسطر على جمعيه الفعاله والفاعله والنشيطه. كنتمنى من الله نكونوا خفافين على القلب ديالكم اليوم،
ونعطيو الاضافه المرجوه اللي كتمنى. اكيد غادي تعطي الاضافه. السي زهير مرحبا بك، وبغيتك تعطيني كلمه حول تسميه رحاله ابن بطوطه بالملعب. اكيد غادي دارك ماشي المره الاولى. مرحبا. الله يكرمك. فشكرا استاذ رشيد، شكرا لك كرونيك 365 اليوم الموقع، شكرا لكم جميعا. فهذه ماشي اول مره كيف ما قلتي، سواء على الصفحه ديال لا كرونيك الموقع ديال 365 او الاستضافه ديال نكونوا ضيوف عند الأستاذ رشيد. سعداء بهذا الدعوة وسعداء جدا بالكلمة اللي قلتها في الحق ديالنا. فلنا الشرف بأن توجهنا هذه الصفة ديال الجمعيات الفاعلة. نتمنى أن نكون فاعلين في المدينة ديال طنجة، وسعيد كذلك بالتواجد بجانب ديال السي محمد اللي كما سبقت الإشارة بأن الحركية والفاعلية ديالهم في المنطقة ديالهم. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى التوفيق ان شاء الله في هذا الحوار. رجعنا الكلمه اللي عطيتني السي رشيد ديال ابن بطوطه. فلنا الشرف كذلك باش نحملوا هذا اللواء هذا وهذا النداء هذا، وسنبقى ندافع ونكافح عن هذه التسميه الى ان نرى مركب او القريه الرياضيه ابن بطوطه. ما بغيناش نشوفوا الملعب الكبير. دابا نزيدوا خصم الصوره ديالو تكون تما كذلك. سنبقى كما قلت لك ندافع الى ان تعاين اعيننا هناك ابن بطوطه مكتوبه. ربما هذه اشاره قويه بان التواجد ديال ابن بطوطه في حفل الافتتاح اشاره قويه بان اي اسم ربما يجي من بعد لاحق فربما لن يليق بهذه المعلمه. سيبقى ابن بطوطه في ملعب ابن بطوطه ان شاء الله. اولا وقبل ما نواصل معكم نحيي السي نجيب نبيل، السي اشرف العمراني، مصباح انس، الاخت كذلك ما نساوهاش فدوى البكدوري العزيزين المسؤوله عن الشان الرياضي بالمقاطعه ديالكم، هي متابعه ديال السي محمد. وما ننساش الاخ والاستاذ العزيز السي عبد السلام حمادي. مرحبا بكم. وغادي نمشيو للسؤال الاول. سي محمد، حضرتي الاحتفال بالملعب طبيعة الحال، كيف حسيتي؟ كيف جيتي؟ وبغيتك الانطباع ديالك على الاحتفال. اولا نشيد بالدور اللي قام به السيد الوالي سي محمد المهديه، مجهود جبار من اجل انجاح هذا الحفل الافتتاحي. الحفل الافتتاحي كان اكثر من المستوى اللي كنا كنتوقعوه، فاق التطلعات. حفل افتتاحي كان يضاهي الافتتاحات الكبرى التي اقيمت في دول عظمى. هو كبير الحمد تبارك الله. الحمد لله مدينه طنجه اعطت صوره رياضيه وثقافيه واجتماعيه داخل الملعب. التنظيم كان محكم، التنظيم كان اكثر من رائع. سلاسه في الدخول والولوج الى الملعب، ارضيه الملعب، سلاسه في الولوج الى الاماكن الجلوس. الدور اللي قامت به السلطات لا في التشوير الطرقي ولا الناس اللي كانوا الارشادات اللي كانوا عاملين في باب الملعب باش كيقول لك المكان اللي مخصص لك. نجيو الحفل الافتتاح كان داك الشيء صوره خياليه. صراحه لي شرف كنت حاضر في حفل الافتتاح. كما قال السي زهير ان الفخر ديالنا الكبير هو داك اول مبدا الافتتاح. كانت اول معلمه غتطلع او اول صوره غتبان هو ديال الرحاله ابن بطوطه الذي نفتخر به نحن كطنجاويين. وكانت اشاره قويه البدايه انطلاق الحفل. كيف جاك الحفل السي زهير؟ اكيد الانطلاقه ديال الحفل فكانت بالرحاله ابن بطوطه فاجأت الجميع. فاجأتنا. وصراحه كيف ما عملنا واحد الدردشه قبل يا السي رشيد، فكانت عندنا واحد النداء عبر الفيسبوك بان بغينا بان حفل الافتتاح يتضمن مواد تشير الى الهويه المغربيه. هذه عادي لان بغينا الحفل يكون هويه مغربيه كما جاء في الدستور، تكون اندلسيه عربيه اسلاميه امازيغيه جبليه. وداك الشيء اللي كان شخصيا تابعت الحفل عن بعد خلال الشهر حيث ما كانش عندي تذكره يعني ساعته، ولكن اعجبت بالحفل واعجبت بالمضمون ديالو، خصوصا بالتواجد ديال الايقونه ابن بطوطه. طبعا حتى من الجانب التقني الاناره هذا هو. لا كنعرف الدومين ديالك هذا ديك الاناره وديك هذا هو اخر ما وصلت له تقريبا التكنولوجيا، سواء الاحتفالات يعني حتى كاس ديال اللي جرات ديال اسيا في العراق، المونديال ديال قطر، المسابقات العالميه كتتم بنفس
ولكن هذا الابهار ما كيحققوش الاحتفالات كامل من البدايه. الحمد لله حنا تفوقنا، وهذا كيف قال سي محمد مشكور السيد الوالي شخصيا لانه قام مشرف على العمليه، وكنهنيوه على النجاح، لانه وما نساوش المشاركه ديال الجمعيات ديال المواطنين المجتمع كامل، لان اعتقد الفخر لنا مدينه طنجه. تكلمنا على الحفل، ماشي هو الهويه المغربيه كانت حاضره، ولكن الجهويه كانت حاضره من خلال الطناش ديالها والالوان الموسيقيه والانماط الموسيقيه والانماط في الرقصات. طنجه حاضره من خلال الرمزيه والدلاله ديالها، تجسد في موقفين فقرتين مهمتين، اللي هو انطلاق في الحفل بدخول ابن بطوطه، وكذلك المعلمه ديال مناره كاب سبارتيل ديال توريس، لان هادو رموز ومعالم ديال مدينه طنجه. وهذا دليل ان الحفل عطى واحد الرساله حول انفتاح المغرب. وحتى الفكره سي رشيد ديال الجرافيك اللي خرجت من الارض ديال طنجه وشاعت في العالم، كتبين بان طنجه جارته العالمين. هو شوف الرساله ديال الحفل كانت واضحه، كاين تما عراقه المجتمع المغربي والحضاره ديال المملكه المغربيه، كانت تما القيم ديالنا فيها التسامح، فيها التعايش، تم الاعتراف بالاخر، وتم نزيدوا القيم الرياضيه، ومادام ان الحدث الرياضي كروي هو تكريم رمزي ديال ايقونه بيلي. بمعنى هنا اذا عملنا قراءه او جبنا شي منتج شي مختص غادي يمشي غادي فقره غادي يخرجنا واحد القيمه. بمعنى في الرسائل ديالو كان نجاح، في التنظيم ديالو كان نجاح، وفي عوده المواطنين من الملعب من المنازل ديالهم كانت السلاسه. وكان هذا هو مشكورين عليه الجميع اللي كان متدخل، سواء من الجانب الفني، الجانب الاداري، الجانب الامني، الجانب ديال الجمهور بدور بالانضباط ديالو. ونحيي السي احمد عليلاش والسي خالد الاخ الصديق. السي محمد كيفاش جا باش نوضحوا للناس؟ بزاف ديال الناس كيتسولوا شنو هو المعيار اللي تعمل باش كاين اللي خدا البطاقه وكاين اللي ما خداش، باش نحيدوا شويه جد اللبس ونعرفوا ونأكد. الملعب كان كيخصو 65,000 غانو على 65,000 رقم باش نحوضوا باش يعطي التوهج ديال الحفل. العام 65,000 طنجه فيها ماشي وطنجه كاملين وساكنه مدينه طنجه ما كرهوش كانهم يمشيو للملعب، ولكن اقتضت المساله انه تكون واحد الفئه محدوده. وهذا تفضل. بطبيعه الحال سي رشيد اللي ما كيعرفوش الجميع وانه هو موندياليتو ماشي مختصر على سكان مدينه طنجه فقط، هو عالمي. موندياليتو عالمي، يعني بزاف الناس التذاكر، مثلا الرباط، مكناس، فاس، مراكش، هادو الناس كاملين كانوا خصهم يجيو يحضروا حفل الافتتاح. حنا طنجه تبارك الله فيها 2 مليون ديال تقريبا 2 مليون نسمه، والملعب كيوصل 65,000 متفرج. بالنسبه لنا المعيار انا شفنا على ان بان السلطات الولائيه ولا السلطات المحليه ارتأت بانها تشوف جمعيات المجتمع المدني اللي هي اعتمدت على الناس اللي عندهم مكاتب حاضره. سو زعما عندهم من الناحيه القانونيه، موجد الورقات ديالو، طبيعه الحال عامل الجموع العامه ديالها، نزل المحضر، طبيعه الحال تقارير ماليه باش يكونوا واضحين بعد. طبيعه الحال هذا المعيار الاولاني، المعيار قانونيه الجمعيه. طبيعه الحال يعني ما يمكنش السلطه تعمل مع شي واحد ماشي قانوني. اذا مشي تعاملت معك ماشي قانوني غنبقى ماشي قانوني، غنمشي نعمل داكشي اللي كيدور في الكواليس بان الوراق تباعوها نطيحوا في هذا المشكل. ولكن ارتأت بان تشوف المسائل اللي قانونيه وفعلا تثبتت مسطره في الوراق، ماشي جاو شبروا بان عطاو الوراق الجمعيه وصافي، تعطات الوراق وعملوا محضر باش نسمى بلي سيري ديال الوراق من الى كل جمعيه كل رئيس جمعيه بطبيعه الحال ملي كيتبدا حتى كيسالي العدد التذاكر ديالو وكيسني عليهم وكيكاشر. ودابا هذا اللي كيقول شي الناس باعات اش نضبطوه، غادي نشدوه نمشيو نشروها من عنده طبيعه الحال ونمشيو نتشكاو وغنعرفوا الرقم، لان الجمعيه مثلا الجمعيه ديالك سي محمد المستقبل والتنميه كان عندها الارقام، حدد لي الرقم اللي كان عندك. انا بديت الرقم كان عندي من 8 164 بمعنى اذا بغينا نضبطوا شي حد غادي نمشيو نشوفوا غير السيري ديالو ونقولوا له نعملوا احنا العمليه. انت استفدتي، ولكن السي زهير الجمعيه ديالو ما استفدتش، ولكن هو فرحان وكيقول لك انا بحال ما حضرناش شي، حنا كنحضروا. وانا كنعرف السي زهير من الجمعيات النشيطه وكيعملوا حملتين ديال التبرع بالدم في السنه،
وكيعملوا وكيطرقوا حتى الابواب ديال جمعيات اخرى، والاخرانيه عملوها في باب مرسى في المحطه القديمه ديال القطار. المحطه القديمه ديال القطار اللي تم الاداره اللي في المدخل ديال الميناء، وكان تفاعل وكان التجاوب، ولكن ما خداوش، سكتوا حتى هما قابلين بالوضع. فعلا السي رشيد، فجمعيه الرحاله اللي هو ماشي بطنجه، وكيف عودا للكلام ديال الاخ السي محمد، فهي جمعيه قانونيه، الملف ديالها القانوني مضبوط وعادي، الحساب البنكي ديالها مفتوح، يعني الامور ديالنا القانونيه عاديه وسليمه وجدا. ما فيها بس طبعا نبداو بالامور الايجابيه كيف ما قلتي، فاحنا الحفل صفقنا له وفرحنا له ونثني عليه، سواء الحفل او حضرنا ولا ما حضرناش. طبعا ومجموعه من الاخوان الاعضاء ديال الجمعيه فراهما كانوا حاضرين، طبعا هذيك بالصفه الشخصيه ديالهم، كل واحد كنتكلموا على الجمعيات اللي هزوا وليداتهم وهزوا المخالطين، الاعضاء ديالنا طبعا حصلوا على التذاكر كل واحد من جهه من الطريقه ديالو. كاين مثلا اللي شراها من السيت من هذا، كاين اللي في العمل ديالهم، يعني الحضور ديالهم كان لا علاقه له بالجمعيه، بمعنى ان جمعيه الرحاله اللي هو ماشي بطنجه لم تحصل على اي تذكيره، رغم اننا كنا تواصلنا مع الملحقه الاداريه اللي تابعينا، وكان عندنا وعد طبعا بان الاسم ديالنا سيدرج ضمن الجمعيات المستفيده، الا انه للاسف ما حصلنا شيء. طبعا المشرف والموظف اللي كان مكلف بالملف ديال الجمعيات فهو قال لي زوير سمحنا راه هادشي اللي توصلنا، قلت له ما كاين حتى شي اشكال استاذي. ومع ذلك طبعا حنا واكبنا وصفقنا، والحاجه اللي ما كتكونش مزيانه كنقولوا ماشي مزيانه، واللي مزيانه كنقولوا راه هي مزيانه بالفم الملأن. لا واش دابا حنا واش غادي نشوفوا ننجحوا الحفل؟ اكيد او نشوفوا انا نحضر؟ هذا حدث وطني، نشوفوا الحفل شنو ما ينجح، نشوفوا الصوره د مدينه طنجه كامله. حنا كاملين كنمثلوا مدينه طنجه، سواء كنا حاضرين في الملعب او امام شاشه التلفاز، ولا الهدف ديالنا الواحد الاول والاخير هو ان نشوفوا الحفل الافتتاح والموندياليتو يكون في مستوى المطلوب، لان اذا كان الحفل الافتتاحي في مستوى غنكونوا حنا فخورين بالمدينه ديالنا والناس اللي عندنا اللي نظموا الموندياليتو، هذا هو الهدف ديالنا. بالضبط سي محمد، هو حدث وطني. سي احمد الوكاس كيقول جمهور ديال المناسبات، شوف التظاهرات كبيره، جمهور المناسبات ملي كيكون شي مناسبه، لان كنعرفوا جاو الاسر، كاين اللي جا باش يشوف الغناء ويمشي بحاله، كاين اللي جابوا الكره، وكاين اللي جابوا الفضول ديالو، لان وشخصيا حنا ممكن مثلا سي رشيد ما تكونش تحياتي ليك السي احمد مع احترام الراي والراي الاخر، يعني حنا ثلاثه كل واحد والهوايه ديالو. مثلا ممكن انا واحد الهوايه ما كتعجبنيش وكاين المسابقه فيها، نشوف واحد الحفل افتتاح ديك المسابقه ويعجبني نمشي نحضر له، يعني نكون نحضر ديك المناسبه، مساله عاديه جدا. انت كفاعل جمعوي ورئيس ديال جمعيه الرحال اللي هو المش، كيف جاتك العمليه اننا نعتمدوا على الجمعيات من اجل التعبئه واننا نعطيهم تذاكر؟ لان شوف حنا كنعرفوا ان كان ظروف اخرى باش نكونوا واقعيين، حنا كنعرفوا الصراع ديال الجيران معنا وشنا عساسين عليه، كنعرفوا كذلك الاستحقاقات اللي عملنا في قطر، وتا الحفل ديال قطر كان هذا، وحنا عندنا ملف مقبل ديال كاس العالم، كان ضروري اننا نضحيو ونعملوا باش ينجح هذا. وكمدينه طنجه وكصوره مدينه طنجه، وللاسف الفريق ديالها كيعاني، هذيك نقطه اخرى مؤلمه. هذيك الصوره ديال كره القدم ديال اتحاد طنجه هذيك ما عندها علاقه بهذا الافتتاح، هذاك اللي كيقول لي الملعب الملعب تعمل حتى الرياضات اخرى، وكنتمنى حنا لو كان ان اتحاد طنجه يحافظ على المكانه ديالو، لان هذا تحفه ديال الجامعه والمغاربه كاملين غيبغيو يجيو يلعبوا تما. ولكن زيد عند السي محمد، الجمعيات ديال الحي ديالكم دابا انا كنعرفك عندك علاقات مع الجمعيات، كيفاش كانوا؟ واش خداو تا هما التذاكر؟ واش بطبيعه الحال مشكورين السلطه المحليه وعلى راسهم السيد الباشا، جمعيه المجتمع المدني داخل تراب المحققه التاسعه واللي كتمثل مقاطعه مغوغه. غالب الجمعيات القانونيه كما قلنا اللي كان عندها المعيار القانوني ديالها اللي اختاروا اللي السلطات الولائيه هي المعنيه بالامر، كاملين خداو التذاكر ديالو كلها والعدد ديالو
كلها والتفاهم. وسي احمد علي لاش قال واحد النقطه دابا هذاك محيي لان جمعوي وكيعجبني في التدخلات ديالو، قال له لان الرهان على الجمعيات كان في حاله جائحه ونجحت الجمعيات انها تقوم بالواجب ديالها. بطبيعه الحال جمعيه المجتمع المدني بدأت كنحيي جمعيه المجتمع المدني، راهنوا على انجاح، والحقيقه انهم ابانوا على علو كعبهم في التنظيم اللي شفناه داخل الملاعب. جمعيه المجتمع المدني ادوا ما عليهم سواء داخل رقعه الميدان او خارج رقعه الميدان، كلهم على حسب الامكانيات ديالو والعدد ديالو. السي احمد كيقول لك النجاح ديال 3 المباريات، انا اعتقد وتابعت الاعلام الاسباني خصوصا ديالنا ديال الجيران والاعلام الدولي، وعملت قراءات وقريت وشفت ان هناك انطباع جيد. اذا وحنا كنتحدثوا باش تعرفوا المسائل، وحنا كنتحدثوا السي حمزه على اقصاء جمعيه الرحاله. قال لي السي زهير ان غادي ياخذ واحد فسحه باش يرد في الهاتف، وكان اتصال من المقاطعه ديال طنجه المدينه ديال المقاطعه الملحقه الاداريه فين عندنا منزل الملف ديال الجمعيه، واللي كان اكد دابا خصكم بان الملف القانوني وسليم ديال جمعيه الرحاله، فطلبوا مني بان قال لي الموظف اجي غدا المقاطعه عندك واحد 15 تذكيره. عنده 15 ديال التذاكير. حنا ساهمنا معك في الاشعاع. طبعا انا نشوف هذه بشفافيه بان جمعيه الرحاله توصلت 15 تذكيره. وهذه حتى الشفافيه ديال البرنامج ديالنا. حنا كنتكلموا قلنا ما خداوش وجبتوا معايا على اساس ماشي هو كاين واحد الجمعيه في العوامه انا كنحضر لها، جمعيه اعتقد رشيد الورديري، بس يوسف عنده جمعيه حي الحداد، رشيد عنده جمعيه الاتفاق اعتقد الاتفاق الرياضي. وحق كان الشهاده لله فما كنكون دايز كنجبروا بديك العوام منظمين حتى كيلعب واحد كيباسيون كحالو. لا كاين في طنجه الحمد لله مجموعه من الجمعيات اللي كيأثروا الاطفال فيها، ولكن للاسف هادو ماشي منخرطين في العصبه. على الاقل اعتقد كان كخصهم هاد الجمعيات هادو ديال الاحياء وخدامين. هنا الدور ديال اعوان السلطه راهو ما عارفين شكون اللي كيخدم في الجمعيه يعني في المناطق ديالهم، فجميل يكون التواصل والتعاون. وطبعا ممكن هذه القضيه حتى اللي عملت ربما الراي ديال السي رشيد ما عرفتش واش واحد السي احمد علي لاش كيبغي يجرنا الهضره. لماذا لم يعتمد على المنتخبين يعتمد عليهم افضل؟ خلينا باش يديوها خلينا الهدف ديال الاسماء الاول هو انجاح مدير، خلينا مع المجتمع المدني. شوف هذوك عندهم حسابات وعندهم خلفيه سياسيه وعندهم حسابات خاصه، اما المجتمع المدني كيجري من اجل المصلحه العامه والمنفعه العامه، ما يمكنش نقارنوهم سيدي احمد. وغادي نمشيو هانئا بعد 15 تذكيره. وهذا سيدي تو 15 انا نقصوا لي توني 10 المره. لا بارك الله هو حتى هو 10. شوف نبيعوا نشريو شوف تروحي ما كيسمعنا. غادي نخليو للناس اخرين عاود ان شاء الله. والله باش يستافدوا دابا حنا في البرنامج عطاوك 10 غادي طبيعه الحال خديتي حق. انا قلت لك الهدف الاسمى ديالنا الاعلى هو النجاح موندياليتو. ما عندناش ندخلوا في ديك الحسابات الضيقه، كيكونوا شي حالات بساطين ما كنتجاوزوهم. حنا الهدف ديالنا هو نشوفوا الصوره المدينه ديالنا في ارقى حله زاهيه. هذا هو الدور ديالنا كمجتمع مدني. ما كيهمناش انا قلت لك قبيله ما كيهمناش ناخذ القدوه من باطوطه. رحاله خرج للعالم من المدينه القديمه باش يقول لهم حنا الناس ديال الانفتاح والتعايش وعمل كتاب تحفه النظار في روائع الامصار. وهذه بحال اللي كان كيقول السي محمد، فهو هذا حدث ديال المدينه والحدث ديال المغرب، هذا حدث ديال الدوله وما أدراك ما حدث دولة، رغم أنه كتسوق السمعة ديال المغرب، كتسوق التاريخ ديال المغرب. هذا الاحتفاء بابن بطوطة راه هو اللي كنناديو به دائما، فنسوقوا المنتوج المغربي. المنتوج المغربي سواء كانت بضاعة أو كانت تراث لا مادي، فاحنا كنتحدثوا على تراث لا مادي، فراه هذه فرصة باش نروجوا. التراث لا مادي بحثي وما عنده دور في العالم كثر من حتى السياحة في العالمية راه كتنطلق من التراث لا مادي. عندك راه ابن بطوطة، يعني اللي بدينا الحلقة الملعب يكون ابن بطوطة والعالم كيسمع ابن بطوطة، أكيد كلشي
شكون هو هذا ابن بطوطه؟ يعني الميريكان، الناس ديال نيوزيلندا، الناس ديال البرازيل، اكيد كلشي يقول شكون اش كيقصدوا هذا ابن بطوطه. ولازم، لانه ملي كيتسمى الملعب غادي يعطيك علاش شكون هو هذا ابن عبد الله، لان هذا حنا ما كرهناش مثلا ملعب مراكش سي راشد، ملعب مراكش ما يتسماش الملعب كامل، جمع الفناء يوسف بن تشافين، ملعب يوسف بن تشافين، ملعب ابن بطوطه. وهنا نوضح لك الدور ديال الرياضه في ابراز ثقافه وحضاره وعراقه الشعوب. ويمكن الرياضه المغرب راه غني بتاريخه وجغرافيته، خصنا نعرفوا كيفاش نسوقوا لهذا الشيء. كاين ناس سماو ملعب ما عندهم علاقه به، سماو شي سيد من دوله اخرى سماو به الملعب في الدوله ديالهم. هذا هو احسن ديك. ابن بطوطه راه في جنوب شرق اسيا شخص مقدس راه الناس في جنوب شرق اسيا ملي كيسمعوا ابن بطوطه ممكن يكونوا كاين شي هفوات، ولكن هذو ما يخليوناش، لاننا ما يمكنش يخسروا علينا واحد الحفل العالمي يخسروا شي هفوات صغيره. اذا كانت الهفوات حس الواحد يتجاوزها ونشوفوا النصف الممتع من الكاس. العربي دادو حنا عارفين جمعيات اللي فيها الادرع الحزبيه كنعرفوها، ما عيطنا لها شي، ما ديناها شي فيها. حنا كنعرفوا جمعيات ديال المجتمع المدني فيها الفاعله وفيها الصليطه وفيها المتدخله وفيها نزيدك شي حاجه المرتزقه، غنكونوا واضحين بطبيعه الحال. وشكرا جزيلا سي رشيد على هذه الدعوه وعلى الثقه اللي وجدتينا. كنعرفوا الناس اللي كينشطوا في المجتمع، وانا بيدي جمعوي، وتا انا كنت عملت تكوين كذلك واحد الوقت ديال هندسه المشاريع الجمعويه هذه. ملي بدا العمل الجمعوي هذه واحد 30 عام عملنا هذه الاشياء هذه. تبارك الله عليك سي رشيد، احنا عارفينك وعارفين والحمد لله. حنا الهدف ديالنا من البرنامج ديالنا ملي يكون عندنا شي تظاهره خصنا نلتفوا عليها، خصنا كاملين نضحيو، وانا داك ننجحوا العرس ديالنا، ومن بعد الخلافات بسيطه نتجاوزوها. لان الاهم شنو هو، انا مازال كنذكر واش الاهم ارضاء الجمعيات ونحضروها كما كان الحال، او ابراز الصوره الحضاريه ديال المدينه ديالنا والعراقه ديال المملكه المغربيه وثقافتنا وقيمنا النبيله وقيمنا الانسانيه والقيم اللي كتقبلها الفضيله العالميه. واش هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه بالحاح. شنو الهدف من هذه العمليه؟ اذا كان العمليه، ونزيد ناكد، لان انا اعتقد مع اتحاد السلطه تمن على الجمعيات، لان الجمعيات جابت المجتمع، جابت الجمهور الاسري. صح. لان كنا خلينا المسائل في الشياع، كان غادي يبداو نبيعوا، غادي نمشيو نجيبوا واحد لان هذا الجمهور الاسري ديك الولد في يد ما وبغاش جالس مع مراته، اعطى صوره اخرى. وهادشي ماشي غريب على ملعب ابن بطوطه سي رشيد. اتحاد طنجه ملي كانت في القسم الثاني كانت الاسره كتطلع تتفرج، طلعت القسم الوطني الاول الاسره كتمشي تتفرج. يعني المناظر الاعلاميه الوطنيه كانت كتركز على هذا النقطه ديال ملعب ابن بطوطه، فهو ملعب الاسره. وهادشي طبعا اكيد ملعب ملي كتنخر، وكان بوليس وكان اتحاد القديمه سبورتيف دو طوجي استاي اللي لعبت في القسم الوطني الثاني سنه 1962. كانوا الناس كيطلعوا يتفرجوا. فعلا الصور التاريخيه ديال ملعب مرشان راهي تشهد بذلك. والسؤال اللي طرحت عليا قبيله، السؤال اللي طرحت عليا سي رشيد قبيلتي على هذه القضيه ديال الداعم او هذا، ممكن دابا نطرقوا لها او نخليو كلام السي محمد في اطار دردشه مفتوحه. لا غادي ترشوا. ربما السي محمد عنده شي فكره. حنا حتى باش يعرف الانسان هالوقت ما عندناش فيها اسئله، عندنا الاعتراف باش ما نخطاوش في الاسماء تقريبا. الحوار عندنا مفتوح دردشه مفتوحه. تفضل السي محمد. ديك النقطه اللي هضرنا ديال سميتها ديال الجمهور الاسري والرهان اللي راهنت عليه جمعيه المجتمع المدني ونجحت فيه، ضمت طلعت الجماهير اللي هي كنقول لك الجماهير اللي عاشقه وترانكيل. الدليل انه ارضيه الملعب ما كانش فيها ولا رجل امن واحد داخل رقعه الميدان، وهذا انجاز كبير للمدينه. لان واش غنعملوا بحال هذوك اللي عملوا العسكري في الباب في الحافه؟ هذا هو بيت القاسي. الفيفا منع السلطه داخل الملاعب، ونجحنا كتعمل استاديوم ولا مخالفه. الحمد لله كنا في ارضيه الملعب، جو اسري اخوي، كل شيء نشط، كل شيء فرحان. بالعكس كنا في وسط الالترا ذات النسمه ديال واحد رشيد معنا، واحد السي رشيد خروبي ما عرفناش حتى هو واش حتى هو يتمنى. جاوبني السي رشيد الله يجازيك بخير، خو تحيه ليك والسي دادو وجميع الاخوان. لا غير زيد ناكد ان جمهور مدينه طنجه ديما كيكبر في التظاهرات. الحمد لله ديما كيكبر في المجال ديال التظاهرات الرياضيه. وشفناه في المباراه ديال الافتتاح ديال الرجاء مع
اتلتيكو مدريد افتتاح ديال الملعب، شفناه في السوبر كوب الفرنسيه ديال موناكو مع باريس سان جيرمان، شفناه في السوبر كوب الاولى اللي خرجت من اسبانيا ديال ريال مدريد سيفيا، ودائما ونزيد ناكد لك انا بعد المباراه ديال باريس سان جيرمان موناكو، انا ذاك كان اللاعب الفيس البرازيلي كيلعب مع فريق ديال، وكان وجهت له سؤال حول الجمهور، كيف جاء الجمهور المغربي من الجمهور الطاجي، جاوني قال لي شي حاجه انكريبل، قال لي وخليهم مغربي كونستيسيون ناسيونال فوتبول، بمعنى المغرب امه كرويه، بمعنى احنا ماشي غرابين. حتى نعطيك حتى امثله في 1925 في المباراه كامبو اسبانيول، دابا كانت لعبت واحد المباراه ديال المغرب اعتقد مع احدى الفرق الاسبانيه سانتاديغ في 1900 وشي، كنقول لك 25 قبل تاسيس بعض الدول قبل تاسيس بعض الدول، ولعبت مباراه حضروا لها تقريبا شي 8000 واحد تما في كامبو ديال، بمعنى مدينه صغيره الجمهور انا ذاك واش كان شحال كانوا كيمثلوا النسبه، بمعنى جمهور طنجه تاريخيا كبير، والحمد لله حنا شفنا حتى الجمهور الواحد اللي عنده واحد الرقم قياسي ما كيعرفوش الناس. اولا هو في القسم الوطني الثاني ودخل 43000 هذا اذاعه المانيا باقي كنقول المانيا شي بمعنى ماشي غريبين. تفضل حنا في اطار دردشه مفتوحه ياك، تفضل مرحبا. وهذه فرصه باش نقاطعك ونخرجوا على السياق ديال الحديث ونستغل هذا المنبر ونطلب منك السي رشيد ديك القضيه ديال الموضوع ديال الارشيف. تبارك الله عليك راك نباش مازال خدامين في الحال. السي رشيد اطلب منك والح عليك رجعنا الارشيف واعطاه حقه اكثر الحاحا. علاش؟ لان المدينه طبعا حنا كنتكلموا على هذا الغنى والتميز ديال مدينه طنجه، المدينه السباقه في المنشات الرياضيه طبعا ماشي غير اليوم، والفرق الكرويه اللي سبقات. وطبعا يكفي ان اعطت اول محترف المغرب طبعا قبل انطلاق الليغا 1927 بوتينا رحمه الله اسلم السعيدي الله يرحمه. مزيان نستحضروا هذه المعلومات باش نعرفوا القيمه ديالنا. اكيد ماشي شي تحدي. اول فريق في المغرب كل ما هو جميل في طنجه يخطف كنقول لهم انا، بمعنى اذا ما حفظناش حنا كابناء المدينه طنجه، وكنقول انا الناس الجمعويين وهذه مسؤوليه ديالكم بجوج والاخوان الاخر. دابا استحضرت الندوه اللي كنا عملنا السي رشيد مع الاستاذ محمد الصمادي على الذاكره الكرويه، حول الذاكره الكرويه، وكان التكريم ديال احد الرياضيين سمو عبد العزيز مانكيت الريشه. كانت مشكوره هذيك الجمعيه لان كتعمل الذاكره الرياضيه حول ملعب ديال الشريف. هذا الشيء هذا ما كيحملش المسؤوليه اننا مازال العمليه ما وقفتش على المباراه ديال الافتتاح. دابا كاين المباراه اكبر ولا المباراه غدا، اذا خصنا حتى هي نشوفوها. والمباراه اللي غتكون مسلط عليها الاضواء اكثر هي المباراه ديال نصف النهائي يوم الثلاثاء 7 فبراير، واللي غادي تجمع بين فلامينكو البرازيلي والمنتصر بين مباراه الوداد والهلال السعودي. هذا لان شنو خصنا نعملوا الجمعيات اللي خصهم يعملوا باش اننا نعاودوا نزيدوا ننجحوا، لان راهنوا على الحضور الجماهيري. بطبيعه الحال الجمعيات على العاتق ديالها بانها تزيد التعبئه وتزيد تشيد بهذا الشيء اللي كان في الافتتاح. والرهان الحقيقي هو اننا كجمعيه المجتمع المدني خصنا نعملوا نحاولوا غدا نرجعوا المقابلات غدا ان شاء الله، اللي هي المقابلات غدا هي اللي تاكد داك الشيء اللي شفنا في اليوم الافتتاحي ديال موندياليتو. وهذا رهان على ماشي على الجمعيه المجتمع ولكن على جميع سكان مدينه طنجه الغايرون على هذه المدينه يحجوا بكثافه. كنهضروا مع الناس اللي تكون عندها الورقه بطبيعه الحال، لان حنا كنعرفوا ما كرهناش كلشي يهود الملعب. حنا كنقولوا بان كاين قوانين اللي كتشري على الجميع داخل في رقعه الملعب، الا هي التذكره. الا كانت الناس اللي عندهم التذكره يحاولوا يحجوا بكثافه للملعب. كنوعدوا بان تكون تكون مقابله شيقه ان شاء الله، تكون فيها الفرجه وتكون فيها المتعه، ويكونوا ان شاء الله انشطه موازيه داخل الملعب اللي غتخلي ديك الناس اللي طلعوا تما ما يملوش وما يحسوش بانهم راهم غرابين داخل الارض. هي نوضح واحد الحاجه السي زهير، لانه هو كل شيء كاين حس بواحد النوع ديال الاقصاء. هي ماشي نوع ديال الاقصاء، المباريات كتنظموا الفيفا، اما الجامعه هي كتشرف والدوله، بمعنى حتى في المجال الصحفي واخا عندنا البطاقه كتخولنا الدخول الملاعب المغرب بسلاسه، بانك توري البطاقه وتدخل.
ولكن في هذه التظاهرات بحال هادو خص يكون عندك واحد الاعتماد من الفيفا، لا يكون عندك واحد لاكريديتاسيون ويكون عندك واحد كونت في الفيفا وديك الشيء، لان خصنا حتى حنا ما تكونش حاجه مقننه. راه مناظر كبرى ما حصلتش على لا شوف عادي، لان وعاد خصك في واحد الوقت معين، مساله عاديه، ولكن هي باش نعرفوا الناس ان الاهميه، لان التظاهرات ماشي ديالنا بوحدنا، التظاهرات ديال العالم. يمكن في الاول ما كانوش البرازيل باحكي عاملين الاحتفال حفل وداع الفرقه ديالهم في البرازيل، فهذا فلامينكو. وعلى ذكر البرازيل حنا كنقولوا علاش كنقولوا التصنيف كان احسن. البرازيل اصطدمت الى درجات وانبهرت الى درجه الصدمه ملي شافوا الصوره ديال بيلي والتكريم ديال بيلي ديال ان دوله اسلاميه. فكره ذكيه عملوها المشرفين على الحفل، هذه ما طاحتش على الناس اخرين. جميله، فكره جميله. كاين اشياء اللي انبهر بها العالم ومازال الناس كيتكلموا، بمعنى عندنا مسؤوليه خصنا نزيدوا نحافظوا عليها. تفضل السي زهير في هذا السياق. في السياق ديال الدعم والتفاعل ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، فهي طبعا ونرجعوا شويه شنو فهذا حتى الوقت دابا دايج ديال المقاربه التشاركيه. يعني اي حاجه خصها تتعمل ربما في العالم ماشي في هذا السياق هذا، اشراك المجتمع المدني في تسيير الشان العام، والشان المحلي. فالموندياليتو هو جزء من هذه المقاربه التشاركيه. الاشراك ديال الجمعيات فهو شيء جميل، غير بقات ربما الملاحظه يعني شخصيا عندي الملاحظات اللي كنقرا ديال الاخوان. يقول لك كيفاش كاين شي ملاحظات من ديال السي الصمدي ان المطلوب توعيه الجمهور والفئه لها شي، حيت راينا بعض الخروقات والفوضى. انا معاك، لان احنا ملي كيكون العدد كبير اكيد الكمال لله سبحانه وتعالى. العرس ملي كيتعمل في الدار كيخرج لك شي واحد تكون فيها شي هفوات، مساله هذه عاديه مفروغ منها. نعم، ولكن نرجعوا ربما الملاحظه اللي عندي وما كرهناش يعني مستقبلا في التظاهرات بحال هكذا باش نجنبوا هذا اللغط كامل، هو مساله ديال التواصل ديال المشرفين، سواء كانوا ديال التذاكر كسلطات محليه او الجامعه او اي واحد معني باي تظاهر، يكون التواصل. يعني قبل هذا نتواصلوا مع الناس، مع الجمهور، هذه الطريقه اللي نعتمدوها كتحيد عليكم نوعا ما اللغط. منين عطينا التذاكر نضوى حنا مزيان يكون عاوتاني واحد البيان في حال مثلا يجي السي محمد يتكلم او لا انا او نسينا نقولوا بان الجمعيات اللي قانونيه اللي عندها، هذا خصو يكون التوضيح ديال السلطات بان الجمعيات اللي استبدت ها علاش اعتمدنا. مزيان يكون التواصل، كنحيدوا عليه، كان واحد مجموعه ديال الحوايج كنحيدوها باش يكونوا واقعيين، لان كنعرفوا التعامل ديال السلطه مع الجمعيات مبني على واحد المجموعه ديال المعايير، وحنا عندنا لان كاين واحد الناس ما كتواصلش. كاين حتى الجمعيات غايب عليها التواصل. حنا عندنا غياب التواصل. التواصل ماشي هو اتصل، لا طبعا التواصل كنمشي. كاين واحد الجمعيات نهار اللي كينزل ملف من المقاطعه ما كيعرف المقاطعه بمعنى، وكاين الجمعيات اللي شو كاين نعطيك من الجائحه ديال كورونا، كاين جمعيات اللي خدمت وعرقت وخسرت من عندنا، وقفنا على هذا الشيء بعين المكان من خلال الممارسه. زادوا من عندهم داك الشيء اللي كانوا كيزيدوه هما قفوا وكيعملوا لها التيكيت ديال الجمعيه وكيزيدوا مزيان. وكاين اللي شبروا داك الشيء وخبعوا واز منه. ماشي الجمعيات كاملين بحال باش نكونوا واضحين. صح. من واحد الانسان تربى، لان حتى في الكره كنقولوا السيد عنده حس رياضي ما تبقاش معاه مشكل. انا غير منفتح، غيناقش معك المسائل بدون تعصب، غيحترمك ولكن واحد الانسان جا وجبر راسو رئيس جمعيه، ما عندوش حس جمعوي، ما عندوش ثقافه جمعويه، رصيد غياب الرصيد، ما عندوش وما عندوش كاريزما جمعويه. لان انا كنعرف اللي جمعوي كيضحي كيدافع، وانت الجنازه كتكون في الحومه ما كتمشيش تعزي وما كتوقفش مع الناس في القاع وتقول لي انا رئيس ديال الجمعيه. هو عنده واحد مفهوم، ولكن رئيس الجمعيه عاود ديك رئيس الجمعيه اللي قال سير على الدهدو دابا هذاك عاود الجمعيه. انا ملي كنشوف رئيس جمعيه حقه ينتمي من اي حزب طبعا، ولكن ملي كنشوف حزب الجمعيه تستغل من طرف الحزب
كنعرف شيء منبوذ هذا ماشي حنا كنعرفوا كاين هذا اشياء، ولكن الحمد لله كاين جمعيات اللي كبيره، كاين جمعيات رياضيه وكاين جمعيات في المجتمع المدني. والسي رشيد كيقول تفضل تنطرح موضوع السماح للاطفال الوجه الملعب وخصوصا الاطفال من طرف الجمعيات الرياضيه. هذه رساله. وغادي نحيي واحد السيد اسماعيل بن الحاج، لان هذا السيد واخا مقيم بلجيكا، هو واقيلا بلجيكا كيطلع عليها في الطاقه الفيسبوك عنده بحلولي على طنجه، واحد الغيره الصلاه على النبي عليه. كنحيي سي اسماعيل ولد الحامد بلجيكا والصلاه على النبي عليه، لان اعتقد عنده واحد الغيره كبيره على مدينه طنجه. يمكن تحيه طنجه والعالم اللي يحملون طنجه في قلوبهم. تحيه للسي اسماعيل والاخوان. نكملوا على الفكره ديال دعم السي رشيد وشنو يقدر يقوموا به الجمعيات ديال المجتمع المدني تجاه الموندياليتو ولا تجاه اي حدث كان كبير، سواء كان عالمي او لا وطني او لا جهوي، شنو يقدروا يقوموا به. يعني عندك الجمعيات ممكن تعمل واحد الدور مباشر اللي كنعرفه، الدعم ديال التنظيم، ديال التأطير، ديال التوجيه. كاين ما تحتلكش الفرصه باش تعمل، لان ما يمكنش عاوتاني ومساله معذور عليها حتى السلطه او اي اول مره ادخل الملعب. هذا نجي معك راه طنجه ربما فيها الالاف ديال الجمعيات. اذا جينا طنجه ما تسالش مع المناطق الاصيله فحصا جرعته وما جا ودخلوا. اذا تكلمنا غير على المدينه، المدينه فيها الالاف ديال الجمعيات، ما يمكنش اشراك جميع الجمعيات. هنا نرجعوا للمساله ديال التواصل وكيفاش تختار الجمعيه عن اخرى. المهم الجمعيات اللي ممكن تنخرط في اي حدث كان دولي او وطني او جهوي، كما قلنا، اما بالتدخل ديال المباشر في التأطير، في التنظيم، في التوجيه، او لكن مثلا عندك الناس ديال دابا ديال الميديا. عندنا يا اخر ممكن جمعيه عندها ناس مختصين في الميديا في يقابلوا غير الانترنت. يعني الانترنت دابا شنو فيه جوج حاجات، اما انت تبادر تعطي او الاخر كيبادر وكيعطيك واحد المجموعه ديال الشائعات وترويج الاخبار المكذوبه. هنا الدور ديال ممكن الناس ينخرطوا في العمليه الالكترونيه. سي ابو علي، واحد اسمح لي، واللي ما قدرش مثلا حتى ينخرط بهذه العمليه ينخرط بالصمت. بعض المرات اخر يعاونك بالسكت، قول له اسكت. هذاك هو المعيار ديال النجاح. سي ابو علي، اذا كان بالامكان تصيفط لي هذه الجمعيات اللي خلقوا مع الوجود ديال الموندياليتو والله تنشرهم، ما نستعد على الذمه ديالي الاعلاميه وصيفطهم لي. دابا هو قال لك كاين واش هذه الجمعيات عادوا خلقوا في الوجود، اعتقد صيفطهم لي انا ننشرهم على الذمه ديالي، لان ما نبغيوش هذه المسائل، لان هذا اللي جا في الاخر واستفد وكاين جمعيه اخرى فاعله ونشيطه في المجال وما خداتش. انت كيبقى شويش ديال حنا ما خصناش نوصلوا غادي يمشيو معاك. كانوا معكم دراري صغارين اولا مشاو. نقطه مهمه، لان حنايا كان في الاول مشينا مع الالتزامات ديال السلطه، كانوا قالوا زعما من الاحسن نتفاداو داك ايفيتيو ديك القاصرين، ولكن في نفس الوقت كان المشكل ديال التذاكر خلقنا مشكل داخل المكتب، الا هو ما يمكنش تختار واحد الطفل على واحد الطفل، ان العدد صغير. وحنا كنعرفوا الاطفال باش تقنع واحد الطفل تقول له راه التذكره ما كاينش غنطلع غير هذا وهذا. ارتئينا باننا نيفيتيو القاصرين والاطفال ديال الجمعيه. عملنا برنامج غنعملوا لهم، هو اللي باقي ما هضرناش عليه، هو هذا كتفضل كمل. برنامج ديال الموازيات اللي كاينين الموندياليتو اللي كاينه في باب بحار، وكاين بزاف ديال الانشطه كيتعملوا تما. نمشيو بحال نعملوا برامج زيارات من ديك الانشطه اللي كتعمل داخل المدينه وزيارات، اضافه الى عاملين يوم تربوي ترفيهي في مركز الشباب وادماج مغوغه يوم الاحد ان شاء الله يا ربي. هذه دعوه مفتوحه لجميع الجمعيات النشيطه واللي باغا كتنشط مع الطفوله، مرحبا بهم. نعملوا واحد اليوم ان شاء الله يا ربي يكون مليء بالانشطه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه، ويكون فيه بزاف ديال الحاجات اللي نعرفوهم اليوم. يمكن هذا الافتتاح ديال الموندياليتو نعملوا بزاف، نعملوا فيديو ان شاء الله يا ربي داخل المركز. كما قلت لك احنا ما قدرناش ديك الوليدات نميزوا هذا على هذا، ارتئينا باننا نشوفوا الناس اللي غنطلعوهم غيمشيو يتساوقوا معنا في السياق ديالنا في ينضبطوا معنا ويمشيو في الترتيبات اللي عملناهم حنايا. اجي واش كتشوفوا معايا ان هذيك الجمعيات غادي حضور كذلك بنفس الاعداد ونفس الحماس بحال حضروا في الافتتاح، ولا كان عامل ديال الافتتاح هو المساهم الاول في وصول الناس للملعب؟ هنا ابقى ارجع عندك النقطه، لاننا الجمعيات الجاده والفاعله غتضحيو غنمشيو عندهم الملعب صافي. بحال اللي قلنا كنا صيغنا الافتتاح وصافي. يعني الهدف ديالنا هو طول العمر نحضروا الافتتاح، ماشي الهدف ديالنا ننجحوا واحد النشاط ولا واحد الحفل واحد الموندياليتو في مدينه
باش تكون الصوره ديالنا كاملين مزيانين. خصنا ان شاء الله ربي يجيو دابا عاد بدينا ونكملوا في هذا المسار حتى النصف النهائي، ولما لا يدونا شي مقابله اخرى نعملوها هنايا. كان برنامج فيه 3 مقابلات ديال. وعطفا على الكلام ديال السي محمد بالاضافه ما نساوش بان غدا فريق الاهلي لاعب طبيعه الحال. راه الاهلي راه خصنا نشجعوا فريق الاهلي المصري، راه الاشقاء الاخوان المصريين لا داعي بالتذكير بالمواقف ديال الجمهور المصري والاشقاء المصريين، لا داعي بالمواقف الرجوليه والبطوليه ديالهم. فالواجب من الجمهور الطنجاوي وساكنه مدينه طنجه الجمهور اللي يحضر تما يشجع الفريق، ولكن يكون ديك التشجيع في اطار الروح الرياضيه. طبعا حنا كنطلقوا من الرياضه والى الرياضه. حتى سياده ساندروس هما فريق ديال الامريكا ماشي كنعرفوا عاود مواقف الامريكا معنا لان حنا غادي حنا غنبقاو في اطار الروح الرياضي غادي. طبعا هو الجمهور وحنا ما كرهناش حتى اللي يشجع كما كان من حقه يختار. الجمهور من حقه يختار الفريق اللي يبغى، يعني كما مثلا كنشوف كره غالبا الجماهير غادي طبعا كره السله طنجه عندها جوج ديال الفرق السنه الماضيه، راه كل واحد كان عنده الحق فين يختار. طبعا نفس الشيء غدا كل واحد عنده، ولكن نميل تلقائيا للاهلي. السيد تكلم معنا على السي مساعدي عبد الله الجامي في الامر. المسيدي عبد الله الاستاذ هذا راه معنا عضو جمعيه الرحاله نحييه. العكاز ماشي توصل عن تحيه خاصه لانه قال لك الجامي في الامر هو السرعه التي تم بها استكمال الملعب والقيام بافتتاح اكثر من رائع، وهذه من مسيه من المغاربه. احنا في التحدي كنكبروا وكنرفعوا، ما نبغيوش شي حد يضحك علينا دائما كنرفعوا السقف، كنعرفوا السقف واخا مع بعضيتنا، لان هذه واخا مع بعضيتنا كنكونوا شويه كنتنافسوا كنضحكوا. راه التوأم وكيتنافسوا وكيتناقضوا بيناتهم. ملي كتجي المساله التنافس، نرجعوا عندك النقطه اللي هضرنا عليها قبيلاتي، هو قله التكون في الجمعيات. كتجبر المكاتب تاسس 13 14 13 15 واحد في المكتب كيضربوا شهر شهرين. وهذه اللي بغى يشتغل لها السي ابو علي. السي ابو علي عنده اسم اخر لان وصل النبي عليه كوايري ولد الناس ومؤدب. كتجبر المكتب كامل كيتحرك فيه جوج الناس، هذوك جوج الناس كيجي واحد الوقت وكيعياو. هنا كيدور كيرجع للتكوين اللي كتكونوا به الجمعيات. صراحه حنا في مدينه طنجه باقي خصنا تكاوين في العمل الجمعوي، خصنا تكاوين بزاف د الحاجات باش نخرجوا. في كاين نقص، في كاين نقص. انت كفاعل جمعوي كجمعوي رئيس الجمعيه ديال المستقبل بزاف ديال التكون. انا كنشوف الجمعيات عندنا نقص اليات ديال التواصل. الاليات ديال التواصل هي اليوم الجمعيات وصلت. هو اللي تكلمنا له السي رشيد قبيلتي، فهو نقص التواصل فهو نقص عمودي. فاحنا في التكوين وفي التعلم ديالنا ما كنتعلموش مزيان التواصل، اليات التواصل. ربما هادشي في المناهج، يعني خصنا الجيل الصاعد. طبعا دابا راه الزمان تبدل، زمن الاعلام الجديد، خصنا نربيو نشء على التواصل. طبعا كيف ما كاينش التواصل في الحي، ما كاينش في العائله، ما كاينش في العمل الجمعوي، ما كاينش بين مجموعه من الاطراف. التواصل كيبدا من الدار. اذا ما كانش دابا حنا العيل صغير تبقى تعيط له، بقاو كيقولوا له اسكت، كتعيط له سميتو هشام ما كيدورش، تقول له اسكت كيدور عندك. كيجي والله هذيك هي الاسم، لان هذه اليات خصنا نتعودوا عليها. وانا اعتقد جا الوقت اننا حتى في الديور ديالنا التواصل وما فيها عيب. الانسان اللي ناقص التكوين او سواء كانت جمعيه او هيئه تفاضل وتبحث على الناس اللي يكونوا في التواصل. انا بحكم كنتابعوا الاعلام الرياضي كتدخل مواقع ديال انديه كبيره وطنيه، اما كاينش شي حاجه اللي كتقول ان هذاك السيد اللي كيكتب او اللي كينزل متخصص في التواصل الا من رحم الله. وملي كتشوف البلاغه ديال الانديه والجموع العامه ويكتب لك البلاغ ما مطبوعش ويعمل لك التاريخ ماشي هو هذاك وما يميزكش بين الجمع العام الجمع العادي والجمع الاستثنائي. هذه ثقافه لا غادي نتواصلوا بها، خصنا نتكونوا فيها بحال هذا الشيء مرتبط بالجوده. يعني الانسان اللي كيراهن على الجوده في الفريق، الجوده في الملاعبين، راه خصك الجوده حسب ذاك الناس ديال الخليه ديال التواصل اللي عندك، الخليه الاعلاميه واللجنه الاعلاميه خصها تكون الناس مكونه. كانت ما فيها عيب اذا كانوا ناقصين مكونين. ولكن خليه اعلاميه وكتجيب شي واحد مسؤول فوق منه ما فهمش هو بيدو خصو يتكون. وهذا المسؤول ما خصوش يكون فاهمي. هذا موضوع اخر. انا واحد الملاحظه شفتها في الجمعيات واعتقد غتتفق معايا فيها، لان ملي بديت كنطالع هاد اليومين وكنشوف الجمعيات انا الصفحه ديال الناس لا الجمعيات اللي بداو الدراري الملعب ما شفتش العنصر النسوي، بمعنى ما كانش محسوب، ما كانتش مقربه النوع. سي محمد شنو تقول لي في هذا النوع؟ هذه
العيوب اللي طاحوا فيها اغلبيه ديال جمعيه المجتمع، ولكن ما كنقولوش كل شيء. اي دابا حنا الهدف ديالنا ودائما في البرنامج ديالنا كنحاولوا اننا نعملوا رسائل وكنحاولوا اننا نتفادوا بزاف ديال الاشياء. كنبغيو زعما المره المقبله على الاقل يمشيو ديك البنات مع بعضهم، لان ورغم ذلك كان حضور نسوي قوي في الملاعب. لا كان الناس حنا كنهضروا على الجمعيات. الجمعيه بدا كاين الفرقه اللي شدتها، كاين الجمعيه اللي شبرت باللاعبيه ديال الشبان وداتها على جمعيه المستقبل. اول حاجه عملناها هو العنصر النسوي اخترناه هو الاولاني مسؤول كوطه اللي كنتواصلوا معاهم، اللي مساعد دا مرحبا، اللي ما مساعدش كتقول لك انا ما مساعداش، اللي مساعدينا الورقه، اللي ما مساعداش قلنا ساعات شفنا الوالده ضبطتي عليها شي ورقه تيتا الورقه وكنت خارج قالت وليدي انا انت واخا كيمشي بها ما مشيتش بها مزيان. انا عرفت علاش مشيت للوالده، حضرت معهم واحد النشاط الرياضي تما، والوالده كاينه حاضره ونشطه ويمشي لعندها. الله يبارك فيك، الله يحفظها والله يخلي جميع سي رشيد. طبعا جمعيه الرحاله واخا ما استفدتش من التذاكر في المقابله الاولى، الا قلنا بمجموعه من دابا بالنسبه للتذاكر نزلوا مثلا. لا اكيد راه سيكون، ولكن انت كيفاش تعمل دابا 15 وانتم صنع عليكم بزاف ديال المخارج؟ احنا عندنا اليه ديال التنظيم وديال التواصل كيف ما كننظموا الرحلات ديالنا، لان عندنا واحد عدد كبير الحمد لله ديال المنخرطين، وبعض المرات حتى الخارجات مثلا كنعملوا خرجه فيها 19 مقعد، كنعملوا الاولويه اللي سجل الرسول الاول هو اللي عنده الاولويه. كنعملوا واحد عندنا طرق تدبيريه وبشفافيه. الاعضاء ديال الجمعيه كاملين كيعرفوها سواء قدامين او اللي جدادين، فهم راضيين على هذه القضيه هذه، ونشوفوا كيفاش نتدبروا عاوتاني هذه المساله ديال التذاكر. سي محمد ما جاتش شي مشكل؟ انا نرجع لعندك السي، جاتش شي مشكل في ديك العمليه ترضي كل شيء؟ نكونوا واقعيين زعما. نقول لك شي اللي كاين سي رشيد والله تفضل. حنا جبرنا مشكل كبير صراحه، ولكن ما عندنا ما نعملوا، هادشي اللي عطا الله. الصراحه غير هذا المنبر نشكر واحد رئيس واحد الفرقه اللي صراحه تعامل معايا وتعاون معايا، زادك التذاكر. قال لي واش انا الصراحه تواصلت معاه قلت راه عندي مشكل، كاين عندي شي ناس خصني ضروري نعطيهم، ما بقاوش التيكيت والله العظيم وما تسالوني عليه بلا انا بقيت ندير التيكيت اخر دقيقه عاد ضرب واحد التيكيت طلعت ما بدا يقول لك شي تيكيت احنا موجودين. كاين عندك شي كيبقى بعدا كيقول لك انا ما عملتش صعيبه. هذا المنبر كنشكر السي عمر العباس رئيس عالم طنجه، مشكور على المجهود اللي بذل معايا وتواصل معايا. دابا فضحتي غادي يعيط عمر هذا صراحه هذاك السيد هذا كنحترمه وكنكون له كل احترام، لان كناخذوا مثل اعلى ديالي في الحياه، كنستافد منه بزاف د الحاجات. شكرا بهذا المنبر كنشكرو. هذا المشكل حنا فيه سي رشيد، ولحد الساعه باقي كنطيحوا فيه، لان كنتواصلوا مع الناس. بعض المرات كتبقى شي تجاوب الناس بالتليفونات لان ما عندكش ما بينك، كيقول لك ما بين يدي حيل الجواب ما عنديش ما نجاوبك. والقضيه اللي تبازينا عليها يقول لي القضيه اللي قال السي زهير هو اعتمد على الاول بالاول لائحه 1 لكن السي اسماعيل الحاج كيقول كاين اسماء اللاعبين، ولكن هنا غادي نمشيو لاشياء اخرى يتقنن المساله. يؤسف انك لاعب كبير ودوزتي في المدينه، مادام ان التذاكر توزعت بالمجان كتعمل واحد الفئه القدامى، واحد ديال، لان بزاف كاين لاعب وقع محب، واحد اللاعب سابق وقع في احراج مع ولادو، ولكن تصرفنا بحكم شويه العلاقات ديالنا وشويه المزوقه. الاخوان الجمعيه تحشموا منا، عطاونا حجوا التذاكر، عطيتو انه يديهم نبنوا، لان انا ديما مشيت واخا توصلت التذاكر كان عندي واحد ضحينا، وناس في الجمعيه المغربيه صعب. مشكور. شوف ما يمكنش كاملين اننا لازم شويه ديال نتنازلوا شويه، ماشي ديك الثقافه انا او لا غيري ما عمري. تفضل السيد. اللي كنتي كتكلم على النقطه ديال العنصر النسوي، فهنا نرجع لجمعيه الرحاله اللي هو تلمش بطنجه، فتقريبا نصف الاعضاء فهم ديال الجمعيه فهم عضوات مشاءات، والمشاءات راهما كانوا حاضرين بعدد محترم في المقابله الافتتاحيه. طبعا هما تدبروا الاوراق نتاع التذاكر بمسطره الصفحه اللي كنا تكلمنا في الاول، كاين اللي يحصل لها في العمل ديالو، كاين اللي يشراها، كل واحد كيفاش. وانا كنقترح عليك السي زهير اذا كان بالامكان هاد 15 تذاكر اللي عيط لك عليهم مشكورا دابا غير شيء انك تعمل انطلاقه من السوق الداخل، تعملوا شي انطلاقه من انكم كتمشي من بطوطه او من دار ابن بطوطه حتى من دار ابن بطوطه الى ملعب ابن بطوطه، تكون اشاره قويه لان يعرفوا هاد الناس يعرفوا الجمعيه اكثر. انا نتمنى هذه الاشاره انكم ما تحرفكم لان كتمشيو كيلومترات كامبو مع الدوره. كامبو بالنسبه لكم بالنسبه انا واحد الحاله شفتها وثارت الانتباه ديالي، وان الجمعيات ما اهتمتش
ذوي الاحتياجات الخاصه. للاسف محمد هنا ربما حتى الناس اللي كانوا مشرفين على التذاكر كان جميل بانهم ينفتحوا على هذا الفئه. لا كاين جمعيات اللي كتشتغل كيف ما كان كما كان الانفتاح على الجمعيات الكرويه كاين نادي ابناء بوغاز كره السله، كاين نادي اخر، كاين واحد مجموعه الانديه الجمعيات اللي يمكن انهم يقوموا بهذا الدور هذا ونكونوا، لان في هذه المسائل بحال هذه انا السلطه اعذرها نحترم الراي ان الوالي ماشي غادي يخرج من الزنقه ويوزع على التلاميذ. طبعا امثله حنا خصنا نكونوا في المستوى ديك الموظف مسلمه هذه يتحمل شي مسؤوليه، والعصبه الاخرى اللي شدت شي تذاكر تحمل المسؤوليه ديالها ويتحمل الجامع، وتكون شويه الشفافيه والوضوح. دابا الهضره في فيسبوك عملوه باعوا. هو لاحظت بعض التعاليق، فللاسف هو الكلام المجاني ساهل باش تطلقوا وساهل لا هو كاين ماشي ما كنديروش. شوف من الهفوات راهما كاينين، لا دخان بدون طبعا كاينين. والفيسبوك يشهد، راه كنا كنشوفوا في الفيسبوك التذاكر كتباع التذكره ديال 50 درهم كتباع 200 درهم 300 درهم كل واحد باش يعني مادام كاين هاد التذاكر فكاين خروقات، ولكن داك الشيء راه هو كيتمر في كاس العالم راه كنسبه خروقات. لا ما نخلطوش سي زهير، ما نخلطوش مع السوق السوداء. نعم، وان الانسان مسؤول خدا امانه، هذيك امانه تاعو. صح هذا هو الغريب، هذا هو الغريب. انا شوف انا شريت واحد المجموعه البطائق وغادي نبيعوه على اساس انه السوق السوداء اللي كنعرفوا السوق السوداء كتنشط في هذا المجال. حتى على الفيفا علاش عامله كل واحد واخا بلا كارت بونكير ديالو عنده الحق في البضاعه. الفيفا واعيه بالمخاطر، ولكن المسائل كتوقع شي قطع كل شيء وقعت. وحتى اليوم هما كيفتشوا على البطاقه اذا تاهلت الوداد النصف النهائي مع فلامينكو غترتفع ديك. ولكن انا ما كنهضروش على هذوك لان كل واحد ولكن كنقول هذاك جمعوي اللي عطاتك الولايه التذاكر عطاتك امانه طبعا، وانت مسؤول وانت جمعوي. اذا كنتي جمعوي وما حسيتيش وما عندكش هذا الحس ديال الامانه بعد ما عندكش الحس هذه امانه مسؤوليه دينيه بعد قبل كل شيء. اسي رشيد اللي خان الامانه ديال التذاكر راه اكيد راه هو كيخون الامانه ديال حفاظ رمضان. لا يخون كل شيء هذا. شوف اللي انا ما كنقولوش ان الجمعيات كاين اللي كتشتغل سياسيا وكاين كل ولكن حنا بقينا علاش ركزنا على الجمعيات الفاعله. الجمعيات الفاعله هما اللي كنهضروا عليهم، كنعرفوهم ناشطين، كيعيطوا لنا نأطروا لهم التظاهرات، كيعيطوا لنا نشطوا لهم التظاهرات. الامور واضحه هذه كنعرفوا مع من كنمشيو. هذا كيعيط لك 11 يناير، هذا كيعيط لك السي القمراوي مشكورين النهضه على الدور، كيعيط لك عاود في الدوري ديال مولاي الحسن، عيد الحياني كيعيطوا لك لان كنعرفوا تقريبا برنامج سنوي واضح. وانا عندي مسطره كل الفيسبوك كل نهار كيطلع لك يقول لي هذه كانت السنه داز عليها عام، بمعنى واضحه. واللي نتمنى هو ان نمشيو في هذا الشق هذا. احنا مازال ما تقاداش الموندياليت، ومازال الصوره طنجه ما شاء الله باقي في المقابله الاولى ومازال الصوره طنجه والجمهور ديال طنجه. وكي كنقول للاسف الجمهور يستحق اكثر من فرق في القسم الاول، ولكن الساعه ماشي للنقاش ديال الاتحاد. واش كاين شي ذوي الاحتياجات الخاصه يمكن يستافدوا انهم، لان اعتقد هادوك نديوهم نخرجوهم شويه من ديك القوقعه ديال الطاقه. نتمنى من الله بهذا المنبر ديال بهذا المباشر ان شاء الله يا ربي نحركوا جميع ديك الجمعيات، على الاقل كل جمعيه تعطينا 3 ولا 4 ولا 5 تذكرات من ذوي الاحتياجات الخاصه، ونشوفوا ان شاء الله يا ربي المقابلات غدا ان شاء الله تكون فيها هناك فعلا ذوي الاحتياجات الخاصه داخل رقعه الميدان تا هما كيتابعوا المقابله. نتمنى من الله بان نحسوا بهم بحال اللي قال السي رشيد، نحسوا بهذه الفئه هذه. ومن لا يخفى بان ذوي الاحتياجات الخاصه راه تبارك الله عندنا نشوفوا المنتخب في المونديال الاخير عملوا مونديال تبارك الله رائع، منهم الدري ديالنا من طنجه من هنايا حتى هما الفئه خصنا نحسوا بها وخصنا نتعاونوا معاهم، خصنا نشبروا لها في يدها باش ندمجوهم معنا حتى هما باش يحسوا بانهم فعلا كاينين في هذه المدينه، حتى هما عندهم دور في هذه المدينه هذه فعلا. والاحياء والجمعيات ديال الاحياء اكيد في الاحياء راه ما كاين ذوي الاحتياجات الخاصه، لان الجمعيات اللي عندها 100 تذكره 50 تذكره 150 تذكره ما فيها باس. واحد عنده معاناه، واحد ثلاثه ديال التذاكر 5 تذاكر اكيد تجبرهم في الحومه ديالك من ذوي الاحتياجات الخاصه، اما يخرج مكفوف اما يخرج مكان في الكروسه. غادي نمشيو للشق الثالث والاخير، هو اللي كيهم الدور ديال الجمعيات باش ان مؤخرا ما نشوفوش شي حد كيتكلم على البيع والشراء
نشوف شي واحد كيرتزق باسم الجمعيات. شنو كخصنا نعملوا؟ وانا من رايي الشخصي انه اذا ثبت على شي واحد شي بيع ديال التذاكر يدوز حتى هو عاود بحال اللي داز ديك الرئيس السابق ديال الرجاء والرئيس ديال والعضوين جامعين اللي مازال كيتحاكموا. هذيك الفضيحه ديال قطر باش نكونوا واضحين. اذا كنعرفوا شي واحد كيفاش نحميو الجمعيات من الناس اللي كيسيئوا الجمعيات. بطبيعه الحال باش نتفاداو هذا المشكل هذا. انا دائما كنقول، انا لو الا شفت سي رشيد خرجت ديالي في فيسبوك كنجاوب على هاد الناس هادو كنقول لهم انا كنامن بالدلائل. عندك الدليل نزلوا في ارض الواقع وحنا كاملين نضامنوا ضد هذاك الشخص هذاك اللي كيسيء العمل الجمعوي في المدينه. حنايا كجمعيات اللي كتبادر وكتناضل في المدينه وكتعمل واحد العمل نقي وهادف، لا يشرفنا باننا يكون معنا شي واحد بحال اللي قال سي رشيد يعطي الامانه السلطه المحليه عطاتك واحد العهده في الذمه ديالك وتمشيتي تبيعها كتسئنا كاملين بينا، راه حنا كنرجعوا كاملين بينا في كفه واحده. انا لا يشرفني بانني نجبر جمعوي كيبيع الورق داش نسمه التذاكر وهو بحيث انهم تعطوا بالمجان باش يتعطوا لواحد الفئه باش تطلع تاتت واحد الفضاء او واحد الحفل وتينا تشبر تبيع بدون وجه حق. انا كنقولها، انا محمد العمراني رئيس جمعيه المستقبل واؤكد على ذلك انني لا الا جبرت شي واحد ولو دليل واحد يكون عندي دليل ملموس بان شخص جمعيه لا جمعيه المجتمع المدني او جمعيه رياضيه كانه متورط في البيع ديال التذاكر ديال المقابله ديال منضبط والله تنفتحوا امام امان ونتحمل المسؤوليه ديالي. مزيان. هذا نموذج ديال مثلا ديال المجتمع المدني التدخل ديالو كيف خصو يكون، وطبعا السلطات الامنيه عاوتاني هي خاصها تقوم بالدور ديالها عاوتاني. اي واحد ثبت عامل هذه الافعال الدنيئه فلا رحمه معه. خصنا نتعاودوا بان الامانه تعطات لك امانه، حافظ على الامانه كما قلت قبيله. يعني هي الامانه ديال راه الموندياليتو راه في ايام معدودات، شحال 11 يوم ربما او 10 ايام، راه الموندياليتو يرجع من الماضي. كتبقى ديك التربيه على الامانه. اكيد هذا اللي خان التذكيره ديال 50 درهم و 100 درهم يخون الدعم اللي كتعطيه الدوله، ممكن يجي شي محسنين يخون بهم. خصنا تربيه على الامانه. وهذا مساله ديال التربيه ديال الامانه. حتى العمل الجمعوي خص يكون بهذا الشكل هذا يكون لان حنا في هذا الموندياليتو خصنا نستغلوا انصاف الفرص باش نروجوا الاسم ديال المدينه ديالنا بقى دائما عالي ودائما في الوجود. والدليل على ذلك هو الرعايه المولويه اللي عطاها صاحب جلاله لهذه المدينه منذ توليه العرش. الحمد لله كنعرفوا الطفره تبارك الله طفره كبيره لا من ناحيه اللوجيستيك لا من ناحيه ديال الاصلاحات لا من ناحيه الرياضيه. الحمد لله هو بحال اللي كنقولوا الراعي الاول للرياضه الوطنيه. حنايا كجمعويين خصنا نعطيو واحد الصوره ما نسيبوش المدينه الرياضيه ديال ابن بطوطه فخير نموذج. يكفينا فخرا باننا السلطه اتجهت لنا ولا الداخليه اتصلت مشات عند جمعيات المجتمع المدني هي اللي كلفتهم بانهم يفرقوا الورق ديال الموندياليتو. كيف يعقل جاتك هذه الثقه هذه وهذا بحال نقولوا هذه الفرصه هذه بانك تقرب لواحد مجموعه الحاجات وتينا تستغل في السلبي. هذا هو الاشكال. انا اللي كنخاف هو ان ياخذ الحق د واحد اخو. هذه صحيح، هذه صحيح. لان كنعرفوا ان الولايات طلبت ارقام ديال البطاقه ديال باش نكونوا تعطتنا اللائحه ان تعمر. وانا السيد انا الموظف اللي اتصل بي انا مسكين السيد كنعرفو كنتمي للمشهد الرياضي ومن سنين خداو من عنده البطاقه وسجلوا وما خداش التذكير. ومن حسن الحظ واحد السيد كان صفا عطا ديك شدنا ديك البطاقه وسلمناها ديك السيد لان حس شويه بمعنى المساله كتبقى شويه ديال الغموض فيها، ولكن نتزوجوها ونمشيو للصوره وغتحاسبوا معها. لان غادي يجي وقت اللي غادي، لان العمل الجمعوي اذا ما كانش ينقي وما كانش مقنن وما كانش منظم ما غادي يمشيوش. ما ينجحش. باش نكونوا واقعيين ونكونوا واضحين. امامنا جوج ديال المباريات تسوق فيهم الصوره ديال المغرب، استمرار ديال الصوره ديالنا اللي بيناها اليوم ديال الافتتاح، وكذلك الصوره ديال مدينه طنجه ديك الجمهور الرائع ديالها بالملعب التحفه اللي خدا اليوم زادت الساعه ديالو وتحول من 45,000 الى 65,000
في اطار استعداد الملفات ديال المغرب كاس العالم تقديم كاس افريقيا، وكاين ممكن مازال يمكن غادي اشغل ان شاء الله الملعب يمكن غادي يتغطى ويكون من الملاعب 4 اللي كتطلبها التنظيم ديال كاس العالم كيكون على الاقل 4 الملاعب مغطاه. نتمنوا ان شاء الله التوفيق للمدينه ديالنا، ونتمنوا كذلك نتغلبوا على الصعوبات الاخرى والصعوبات اللي كتعتقل التقدم ديالنا والتطور ديالنا، لا سيما في المجال الرياضي. غادي نمشي معك المباراه كيفاش دازت؟ صراحه المقابله كانت شنو نقول لك، انا بانت لي بالنسبه لي بانت لي كانت سيطره للفريق الاهلي المصري، لانهم بحكم ديك الهتافات ديال الجماهير وديك الاجواء اللي كانت داخل الملعب حسوا بانهم بحال اللي كيلعبوا في استاد القاهره ماشي في استاد ابن بطوطه. وكيفاش كان الجمهور ديال في الكواليس؟ الجمهور كلشي نشاط، كلشي فرحان، كتبان ان اجواء اخويه عائليه داخل الملعب. حتى انا قلت الاخوه المصريين كنا معهم في الكوربه ديالو، ما كيحسوا واحد بانهم بحال في البلاد ديالهم الثاني، يعني بحال في الدار ديالهم، ماشي برانيين ما معزولينش. كلشي كيتواصل معهم، كلشي كيتصور معهم، كلشي كيمشي لعندهم تما، يعني الاجواء كانت عائليه بامتياز داخل الملعب. سي زاهر انت عايشي معنا كانت المباريات ديال الاتحاد وكانت التظاهرات اللي تنظمت في مدينه طنجه، وما كتشوفش ان علاش في هذه التظاهرات هذه كانت الدخول سلس والخروج سلس، جماهير منضبطه، ما كاين لا فوضى، ما كاين لا والو. علاش ما يكونش هذا الشيء عندنا عادي ودائما في الحياه العامه الرياضيه؟ الحياه العامه الرياضيه ديالنا المغاربه ملي كيبغيو يخدموا هذه هي الخلاصه. المغاربه بغاو يخدموا دابا راهما خدموا ونجحوا ان شاء الله. الموندياليتو يتم الى المقابله ديال النهايه يكون بنجاح. علاش؟ لان طبعا حتى توفرت سيوله ماليه، يعني دائما المال هو اللي كيعطيك هذا، يعني طبعا يعني بلا مال ما يمكنش يتنظم. كان الفلوس كانت موجوده باش تنظم هذا الشيء. يعني مثلا المقابله ديال اتحاد طنجه ودائما كنا كنتكلموا على الصعوبه في الوجود للملعب. طبعا رغم ديك الصعوبات في المقابله ديال اتحاد طنجه، فالملعب ديال ابن بطوطه فهو فرق كبير وبينه وبين مجموعه من الملاعب الاخرى. الصعوبات اللي كان يجبرها الجمهور هنا في طنجه راه اقل بكثير مجموعه من الملاعب الاخرى. في طنجه يعني حتى الجمهور بدا كيوعى بالطريقه ديال الدخول الى الملعب، والملعب كيسمح لك وتلقائيا ملي كنجي انا كنجبر مجموعه من اللوائح فتلقائيا كنتنظم. طبعا كاين ديك بعد الخدوشات اللي ما كنطرقوا لهم شي هذوك، كنتكلموا على النصف الممتلئ من الكاس. الجمهور ديال طنجه فهو بدا كيتعود على الدخول السلس المقابلات. السيوله الماليه راه هي توفرت، يعني كان يعني كان رجال الامن كانوا زايدين. شنو اللوائح التعريفيه اي حاجه كانت متوفره. وطبعا هذا الشيء اللي شهد به اللي دائما كيجون الملاعب، وحتى اللي اول مره جاون. انا كنعرف مجموعه من الاصدقاء اول مره جاون كامبو قال لك هذا الدخول كان مزيان. السي العربي الدادو تكلمنا على المباراه، بغينا شي نهضروا على المباراه ديالنا بزاف، لان هذاك النيوزيلندي السي محمد العربي ما كنحللوش المقابله. السي محمد العربي الدادو بالنسبه للفريق النيوزيلندي اعتاد على المشاركه بحكم انه كيتاهل على هو الاقوى في المنطقه ديالو قاره اوقيانوسيه، هو الاقوى ديالو. دائما على ذكر ديك النقطه اللي درتي السي زهير، الحمد لله الزوار مدينه طنجه كيدخلوا ثلاثه محطه القطار ولا محطه لا محطه ديال شنو اسمها ديال الطوبيسه ديال المحطه الطرقيه ولا المطار. الحمد لله ملي كتخرج من هاد ثلاثه محطات كتجبر تشوير طرقي المحاور الطرقيه كتجبر نيشان باللافتات بالخريطه المدينه بالمواقع كلشي، حتى من الطياش ديال لوتورت كيجيبك مباشره للملعب. كاس العالم نظمناها امنيا وتحرفنا حنا في المدينه ديالنا باش نكونوا واضح، باش نختموا. انا من وجهه نظري دائما ما كنبغيش نشوف ديك الثقوب السوداء، دائما كنبغي نشوف راه عاديه تكون. اما فهو الكمال لله سبحانه وتعالى، ماشي شي حد مشى جبر. الحمد لله حتى الاشياء كيفاش تروجت وكيفاش ثبت وكيفاش تعاطت معها المنابر الاعلاميه الدوليه، هذا هو النجاح اللي كنتمناه. وما زال ان كنحاولوا ان يكون على الوتيره المباريات ديال غدا وديال الثلاثاء تكون على وتيره ديال المباراه. ونتمنوا حتى منين يتسالى المونديال سي رشيد تكون هذه بدايه ديال التربيه على النظام، ونتمنى ان بعد نعم هذا درس
الجامعه، درس المواطن المغربي، درس الجمهور، درس السلطات المحليه، ها كيفاش خصها المقابله تصنف. راه نحسبوها واش بنظره اخرى، راه بحال واحد الفورماسيون كنعملوا هذا، راه حنا في واحد المنظمين ديال المدينه اولا ديال المغرب راهما في واحد الدوره تكوينيه ديال حدث عالمي، ها المعايير اللي خصو يتنظم بها. شوف يا شي مره واش نقول لك، حنا شي مره كنبقاو نعطيو اوروبا، اذا مشيتي شي انا تاخذ ملاعب اوروبا شي 3 الملاعب، هذاك الشيء اللي كتشوف التلفاز وكتصور شي مره كتجبروا شي هوانيت، انا الكمال كيبقى الكمال لله، واخا انهم هما بديتي كيتو كتبقى شي حاجه اللي شنو هو العقليه اللي خصها تتغير. سي محمد لك الكلمه الاخيره من نودعك. كلمة أخيرة، شكرا سي رشيد على الاستضافة في البرنامج الرائع، شكرا سي زهير على التدخلات ديالك اللي كانت في المستوى. إن شاء الله لنا زيارات لكم داخل مقركم وجمعيتكم ديال المقر ديالنا في الجبال والتلال والرمال. مرحبا إن شاء الله. شكرا للرياضي الأول صاحب جلالة سي ملك البلاد محمد السادس نصره الله، شكرا لوالي مدينه طنجه سي محمد المهدي على المجهودات الجباره في وقت قياسي اللي اعطانا هذا الموندياليتو واحد الطبعه، واحد الهبه ماشي عاديه. شكرا للصحافه الرياضيه اللي سوقت لنا هذا المنتوج الرياضي، شكرا للصحافه المحليه على الدعم ديالها سواء خارج او داخل الملعب، شكرا لجمعيه المجتمع المدني والفاعل الجمعوي الايجابي اللي كنسطروا على الايجابي والفاعل المدني بامتياز. كنشكروا كل واحد ساهم لا من بعيد ولا من قريب في انجاح هذه التظاهره. كما قال سي رشيد بان التظاهره عاد بدات، حنا باقي نزيدوا نكتفوا الجهود ديالنا ان شاء الله يا ربي. خصنا نبينوا بان المجتمع المدني فعلا شريك اساسي في التنميه الرياضيه، ماشي غير دور ثانوي، بالعكس نكونوا حنا شركاء اساسيين في التنميه الرياضيه، وهذا اللي كندافعوا عليه. هذا ان شاء الله سي رشيد عندنا بطوله ديال جمعيه المجتمع المدني مقاطعه مغونه ديال السنه ان شاء الله هي النسخه الخامسه، عطينا هذا الاسم هذا. جمعيه المجتمع المدني شريك اساسي في التنميه الرياضيه. الحمد لله انت احنا موجودين الحمد لله. شكرا بزاف. شكرا للجماعه المحليه، جماعه طنجه اللي هي ساهمت في هذا انجاح هذه التظاهره، لا من حيث النظافه ولا من حيث الاناره ولا من حيث بزاف ديال الحاجات. شكرا لهم على البرنامج المتكامل اللي تعمل كما قلنا في ظرف وجيز، مده ماشي هينه باش تنجح هذا الشيء هذا كامل في واحد الوقت وجيز، راه انجاز بحد ذاته. شكرا للجماهير الطنجاويه داخل مدينه طنجه ولا خارج مدينه طنجه اللي كتمثلنا احسن تمثيل. الجماهير الطنجاويه ابانت على علو كعبيه في التشجيع ولا في بزاف في شتى الحاجات. شكرا لرجال الامن، شكرا للشركات سيكوريتي الخاصه اللي كانت كتواجد في الملعب، شكرا للناس اللي كانت الارشادات. يعني صراحه هذاك الشيء كان في المستوى كنقولوا كنأيدوها. السيد الوالي ابان على علو كبير، هو رجل مونديالي لحد الساعه. وشكرا سي محمد. سي زهير. سي محمد ما خلى لي مشكور، تبارك الله عليه، فهو شكر الجامع وثاني عليه. خير ما اختم به فهو الموندياليتو، فهو درس جميع المتداخلين سواء كانوا سلطات كجمهور كجمعيات. يعني السلطات راهي عرفت الطريقه ديال التدبير ديال التذاكر مستقبلا، يعني هذه تجربه كتنضج الدوره ديال اكيد. فالجمهور راه هو تعلم النظام. يعني المرات اللي ما جا يعني ياخذ حتى القضيه ديال الماكله اللي كان كيدي معاه بوكاديو، هذه المره ما يديش معاه بوكاديو. الجميل التذاكر كل واحد بالرقم ديالو، المنظمين وحتى الفرق مثلا مسؤولين ديال اتحاد طنجه كنتمنوا الفريق يبقى في القسم الاول، والجمهور من يحوج بكثافه يعرفوا ها الامور كيفاش كتدبر رغم الاكراه المادي. بعض المرات كيكون حتى الاكراه المادي ما كيكونش عائق، كتكون الاراده، تكون عندك اراده ديال التنظيم والجمهور كيتربى شيئا فشيئا. وهنا اسمح لي سراج نعطيك واحد مثال بسيط. طنجه الحمد لله يعني فيها مناطق خضراء، دابا فين ما مشيتي كتجبر مثلا في الطريق كاين غازون. منين عملوا المبادره ديال الغازون كلشي كان كيقول لك ما حنا ما صالحناش غازون، بنادم يبقى غير يستنفع، ولكن يوم بعد يوم الانسان تربى تعود. راه الغازون دابا كتشوف العيل صغير كيمشي كينقص باش ما يسطمش فيه. نفس الشيء التنظيم، نفس الشيء الامانه وخيانه الامانه. كان نتمناو يعني المواطن يربي نفسه ويربي المحيط ديالو ويربي الغير. هو المواطن هو اللي كيعمل المنظومه كامله، هذا هو الاصل. دوري كنشكرك سي محمد
العمراني رئيس جمعية مستقبل التنمية، سي زهير جمعية الرحالة. شكرا سي رشيد على الاستضافة وعلى الثقة اللي منحتينا. مشكور من خلالكم، كنشكر جميع الجمعيات الفاعلة واللي ساهمت بقسط وافر في إبراز الصورة الجميلة والحضارية. والشكر للمتابعين اللي كانوا تابعين اللايف. شكرا بجوج السي حمزة. لا عاد غنجي لعند السي حمزة. السي حمزة اللي كيسهر على السي حمزة بوية الإخراج، الإخوان ديالنا السي أنس الحداوي رئيس قسم التحرير للجريدة والموقع، السي زبير كذلك المدير ديالنا ماشي ديالكم لأنه هو المخرج ديال التقني ديال الجريدة، والأختين والإعلام الكبير السي نور الدين الفيلالي وباقي الطاقم ديال الجريدة. مشكورين الإخوة اللي دائما كيتفاعلوا معنا وكنقول لهم هما راس مالنا، وهما باش كيخليونا واقفين وماشيين في مثل هذه البرامج اللي كنحاولوا اننا دائما نكونوا فيها مع القرب مع المواضيع اللي كتهم مدينه طنجه. مشكورين الاخوان اللي تابعوا معنا، مشكور السي اسماعيل بالحاج وتحيه لك وجميع طنجه والعالم، لا سيما طنجه ديال بلجيكا. السي العربي كان تفاعل معنا، هو والسي الدهدوري يمكن تفاعلوا معنا كثيرا، نكن لهم كل الاحترام ونقدر ونحترم جميع الاراء، ونتمنى ان الجمعيات بعد هذا المونديال يقيموا العمل ديالهم ولي ما تكون شي جلسه، لان اليوم جا مراحل اخرى يمكن نتمناو الجمعيات تنخرط حتى هي في تنميه الرياضه. نشكر اي واحد قدم يد المعاونه والمساعده باش كان ديك الحفله افتتاح. مشكورين المشاركين في اخراج حفل الافتتاح، مشكوره ولايه طنجه في شخص السيد الوالي على المجهودات الكبيره والمجهودات اللي تعملت ماشي في الافتتاح، قبل الافتتاح واعداد وتهيئ الملعب في ظرف قياسي. هذاك هو التحدي الاصعب وقبل اما اثناء بديتي العرس كان تحدي كبير. ونتمنوا ان مدينه طنجه ماشي تكون هذه هي الاخره ديالها، كرهنا شي ان دائما تعيش على ايقاع الملعب تحفه. الملعب اللي كتجلس فيه كيبان لك لوحه، البنية تساعد، الجمهور يساعد، كلشي متوفر. القرب الأوروبي حتى هو كيساعد. أنا كنت في مالاكا، واحد اسبانيول قال لي لو كنت في مدريد تما كنا غنعمل لكم اكتساح غادي نجيو لأن كنعرفوا القرب. فعلا عندك المطار، عندك المرسى، عندك المحط، عندك التي جي في اليوم ساعد ما كان، ويمكن دابا ساعة دابا قريب عاود تي جي في مراكش عاود إن شاء الله 2 سوايع ونص. مشكور حمزه، مشكورين الاخوان وسمحوا لنا عطلناكم شويه اليوم، ونكملوا معاكم وناخذوا واحد الصوره. تحياتي لك، ودائما البرامج برعايه قهوه ذهب وباخراج الايقونه ديالنا، المخرج هو سي حمزه بويه. تحياتي سي حمزه. وإذا سولوني الناس على قهوة الذهب أنا نجاوب أكيد ضروري تذوق إذا بغيتي تعرف الصايلي. ذهب ذهب قهوة اللي تعجبني وعليها الطلب، قهوة اللي تعطيني لنرجي كل يوم ولبعيد تديني.